عجوز مسلمة كان لها سجادة لا تعرف إلا التسبيح، لها مزرعة فيها غنيمات ودجاج في القرن الرابع في بغداد، من مخدعها إلى مصلاها، فأتى ابن الفرات الوزير الظالم الباطش فأخذ مزرعتها إلى قصرها، فدخلت عليه قالت: أنا عجوز حسيرة كثيرة، والله ليس لي زوج ولا ابن ولا أخ، وأخذت مزرعتي. قال: المزرعة مزرعتي. قالت: رد علي، ماذا أقتات؟ كيف أعيش؟ قال: أنت سمعتي. قالت: والله لأدعون عليك. فقال مستهزئا مستهترا: عليك بالثلث الأخير من الليل. يقول أحد العلماء: كنت جالس، خفت منه، يقول كنت جالس والسيافون الجلود بالسيوف على رأسي، خاف العالم. قال: فارتجيت واهتززت من هذه الكلمة. يقول: والله ارتعدت. يقول العالم: لما قال هذه الكلمة عرفت أن النهاية. قالت هي: والله لألزمن الثلث الأخير من الليل. فذهبت ووضعت سجادتها وشهرا كاملا تدعو عليه وتقول: اللهم يا قاصم الجبابرة أقسم بن الفرات. وبعد شهر غضب عليه الخليفة العباس القاهر واستدعاه، قال: تقطع يده اليمين هذه الجمعة ويقطع رأسه الجمعة الثانية. فقطعوا يده في الجمعة الأولى ومرت به، ولما يقطعون رأسه ومرت به قالت: جزاك الله خيرا، لقد دللتني على دواء، وأنت الذي أرشدني إلى الثلث الأخير من الليل، وأردت أن أشكرك في هذا الموقف. قال: في هذا الموقف يستهزأ بي؟ قالت: إذا جر الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.